أحمد كان بيحب أمه وبيحب مراته، لكن كل مرة كان بيحاول يتدخل. أمه كانت تدمع وتقول: أنا تعبت وربيتك عشان في الآخر مراتك تخليني غريبة في بيتي. وأسماء كانت بتكتم في قلبها، بس بتنهار في أوضتها كل ليلة. اشترك في القناة وتابع كل جديد. وفي يوم أحمد رجع من الشغل لقى البيت مقلوب. أسماء قاعدة بتعيط والحاجة نعمات بتزعق. أسماء قامت وقالت بصوت هادي بس حازم: أنا جيت هنا بحب، مش بحرب. وأنا مش خدامة، بحاول أكسبك يا حاجة، بس انتي كل يوم بتدفعي بينا. الحاجة نعمات اتصدمت. من اليوم ده أحمد قرر ينقله في شقة لوحدهم. أسماء كانت حزينة إنها تسيب البيت، لكنها حست بالراحة. الغريب، بعد كام أسبوع الحاجة نعمات اتصلت وسألت: وحشتيني يا بنتي، تعالي لي كده نعمل محشي مع بعض زي زمان. يمكن الحب ما بيجيش فجأة، لكن أحيانا لما تبعد النار الورد يقدر يفتح.